لو فاكرة ان القفطان ده للمناسبات التراثية او العائلية فانتي فايتك كتير. في قطع لما بتلبسيها مش بتغير شكلك، دي بتغير حضورك في المكان بالكامل، بتحسي ان ليكي هيبة وانك شايلة معاكي حكاية وثقافة وتاريخ. النهاردة هنتكلم عن القطعة دي، الفستان قفطان، اللي بيجمع بين أصالة التراث العربي المكتوب بتطريز ونقوش تخطف القلب، وبين قصة الفستان المودرن المريح اللي تقدري تتحركي بيه في كل مكان. القطعة دي من الفستان القفطان بتتميز بتصميمها الهندسي المتقن. اللون الاسود الملكي هو الارضية اللي بتبرز جمال النقوش التراثية العربية الاصيلة، باللون الاحمر والبرتقالي. الذكاء في التصميم هنا ان الطباعة والنقوش متوزعة على الصدر وعلى طول الفستان من قدام، بالاضافة للحزام العريض المدن المحطوط على الوسط زي ما انتوا شايفين كده. التوزيعة الطويلة دي بتدي للجسم رقة وطاقة ورشاقة ملهاش مثيل. الكم الواسع بالسيلف بيدي إيحاء للراحة والفخامة الملكية. لو فاكرة ان القفطان ده للمناسبات التراثية او العائلية فانتي فايتك كتير، لانك تقدري تلبسيه باكتر من ستايل يغير شكله تماما. اللوك الاول زي ما انا لابساه كده اهوت، مع جزمه بكعب اسود كلاسيك، واختاري حجاب لو انت محجبه، تختاري حجاب او طرحه باللون الاحمر الدافي او الشيفون الاسود الساده. الستايل ده مثالي لعزومه بره البيت ومناسبه رمضانيه او خروجه بالليل عايزه تكوني فيها مميزه ومختلفه عن كل اللي حواليكي. اللوك التاني ممكن تجربيه مع جينز جاكيت كات قصير وسنيكر ابيض مريح مع شنطه كروس صغيره، واللوك ده بيكسر رسميه القفطان تماما وبيديكي ستايل هيرتج مودرن، كاجوال وسريع وخفيف جدا للخروج الصباحي او السفر. انا بالنسبه لي ممكن تنسقيه كمان مع كارديجان اسود مثلا، هيبقى شكله لطيف جدا، بيدي طابع بوهيمي انيق وفخم كمان. تصدقي لسه في لوك رابع، تاتش الكورسيه العصري. جربي تفكي الحزام القماش التقليدي وتنسقي مع الفستان حزام كورسيه جلد عريض بلون اسود او بلون نحاسي، هيبقى فوق رائع. وممكن كمان تحطي ليزر بيلت اللي هو العريض الاسود ده، فظيع برضو، هيبقى حلو جدا. اللي بيقفل بسوسته او اللي بيتربط برباط من قدام، الحركه دي هتلم الوسط بشكل انوثي ومودرن جدا، وكمان هتكسر حده الستايل التقليدي للقفطان. جربي اللوك ده ببوت اسود برقبه، شنطه صغيره كلاتش جلد سودا، او زي ما انا لابسه الحزام ده نحاسي فهتمسكي شنطه في ايدك بيج فاتح. رودانيا ستايل على فكره فيها برضو شنط بيج وجينز، هبقى اعمل لكم حلقه عليها. بس اللوك ده هيديك ستايل فانتش روك مع الروح العربيه، وهيخليكي خارجه عن المألوف وفي منتهى الشياكه. الموضه الحقيقيه مش اننا نتبع الصيحات العالميه وبس، الموضه هي اننا نعتز بهويتنا ونعرف نلبس تراثنا بشكل يناسب عصرنا وحياتنا اليوميه. الفستان القفطان ده مش مجرد قطعة في الدولاب، ده استثمار في شياكتك وهويتك. ودي كانت حلقة الستايلينج الجديدة من رودانيا ستايل. وخليكي عارفة ان القطع اللي فيها روح التراث العربي القوي ده مش بتتكرر كتير، ولو انت من البنات اللي بيحبوا يظهروا كبطلة فيها فخامة وتميز واختلاف يخلي كل اللي يشوفه يقوله ايه الشياكة دي وايه الهيبة دي، فالقطعة دي اتعملت عشانك. ورودانيا ستايل لما التراث يلبس مودر، ولايف از بارتي دريس لايك ات. باي.